أحب المصطفى ساعد الضعفاء. نظمت صباح اليوم جمعية جزائر الخير كعادتها عملا خيري لفائدة الأطفال اليتامى، حيث استقدمت أزيد من 30 طفلا تتراوح أعمارهم بين 7 سنوات و15 سنة من إحدى قرى مدينة الجلفة، وقدمت لهم ألبسة وأغطية. وتدخل هذه العملية في إطار أسبوع القيم في ذكرى مولد هدي الأمم محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا أسبوع القيم الذي انطلقنا فيه ولا زالت تتوالى الفعاليات. اليوم نحن مع محطة ثانية لشريحة من شرائح المجتمع المعتبرة والهامة، ألا وهي شريحة الأطفال الذين حرموا من حنان الأبوة وهم الأيتام. نحن ننظم في هذا المولد في أسبوع القيم ننظم موائد أو مأدبة الأيتام في ذكرى مولد خير الأنام. لماذا؟ لأن هذا الرجل، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ولد يتيما عاش عظيما كريما بين الأمم، اختاره الله عز وجل من جميع البشر ليكون خاتم الرسالات ورحمة للعالمين. في هذا اليوم تحضرون معنا تكريم لدفعة ثانية. الأسبوع الماضي كانت دفعة، وفي هذا الأسبوع على مستوى العاصمة دفعة ثانية، أكثر من 30 طفلا يتيما نكرمهم. باتوا استقبلناهم البارحة وفرحنا بهم، واليوم نفرح بهم ووزعنا لهم كسوة كاملة لكل طفل من أجل أن تدخل الفرحة إلى قلوبهم، على غرار ما يتم في الكثير من الولايات. في وهران تم البارحة، فيه أيضا ولاية بشار، تيارت وغيرها من الولايات تتم فيها هذه الحفاوة بالأيتام في هذه المناسبة. حيث بمناسبة المولد النبوي الشريف قمنا بتسجيل العديد من الأيتام ونقلناهم هنا حسب البرنامج تاع جمعية جزائر الخير للعاصمة باش ياخذوا الألبسة نتاع الشتاء. نباركوا لهم إن شاء الله هذه الرحلة، ونشكروا الجميع وخصوصا رجال الخير ورجال الإحسان، وعلى راسهم الحاج عيسى بالأخضر رئيس الجمعية، وبارك الله فيهم على كل حال. نشكركم بزاف.